قال لي رقم واحد، الساعة بتاعتك الرقمية بيبقى فيها ايه؟ ساعات ودقائق وثواني، صح؟ لأن في الساعة ده مقدار من الزمن كبير، لو قسمناه بيبقى الساعة 60 دقيقة. طب والدقيقة؟ قال لي 60 ثانية. قلت له كذلك الزوايا، في قياس اسمه قياس ستيني للزوايا. قال لي والوحدات بتاعته سمعناها قبل كده، في حاجة اسمها درجة ودقيقة وثانية. اسمها ايه؟ درجة ودقيقة وثانية. تلاقي الكتابة بتاعتها ازاي؟ من الشمال بتتقرا يا باشمهندس. الكلام ده جديد عليك واسمعني كويس وهستفيد بيه. قال لي لما اجي اقراها بتقراها من الشمال. اول رقم ده بتقراه بيبقى عليه دايره اسمه درجه، 70 درجه. طب واللي بعديه عليه شرطه، ده الدقائق، والاخير ده اسمه الثواني. دايره وشرطه وشرطتين بتتقرا ازاي؟ 70 درجه، 35 دقيقه، 15 ثانيه. قال لي جميله. قلت له جميله وانتم معلومات عاديه. الدرجه الواحده كم دقيقه؟ 60 دقيقه. والدقيقه كم ثانيه؟ 60 ثانيه. الدرجه 60 دقيقه والدقيقه 60 ثانيه. معلومات جميله وعارف ان انت عارفها. قال لي يا استاذ لما تحب تقيس زاويه ساعات بتطلع رقم صحيح زي الساعه بالظبط. بقول لك الساعه كام؟ تقول لي الساعه 4، خلاص جاست 4. او ساعات 24 دقيقه، وساعات 24 دقيقة و30 ثانية. قال لي فالدرجات كده برضو. قياس زاوية ألف ممكن تقول لي مثلا 100 درجة، دي بالدرجات بس. طب دي 150 درجة 40 دقيقة، خلي بالك الألفاظ اتعود عليها. قال لي وممكن تبقى 70 درجة 35 دقيقة 15 ثانية. السؤال، هل دي بتتكتب بالآلة؟ قال لي ازاي بنكتبها بالآلة؟ يلا بينا هات الآلة بتاعتك معاك ونقول بسم الله. افتح الآلة يا جميل، وانا كمان هفتح الآلة بتاعتي. قال لي عايز تكتب ايه؟ قلت له عايز اكتب دي يا استاذ، درجات ودقايق. كام دي؟ قال لي 150. عايز افهم الآلة ان كده كتبت الدرجات. بص بص بص، الزرار اللي جنب سالب ده عليه واو 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 اسمها كوما كوما. كده فهمت الآلة 150 درجة. طب واللي بعديه 40 دقيقة، 40 والتكة كوما، يعني دي بالتكة كوما وده التكة كوما والتكة يساوي، تلاقي 150 درجة و40 دقيقة والثواني مفيش. لذيذة؟ قال لي طب عايزين نكتب اللي جنبها. قلت له تعالى نكتب اللي جنبها. ها يلا مع بعض. 70 درجة. قال لي 70 والتكة كوما. اعملها، لا اعمل معايا، اشتغل معايا. بعدها 35 دقيقة، 3 5 كوما، 15 ثانية. اوعى تنسى الكوما الأخيرة، كل رقم بعديه كوما. لو ما عملتش الكوما الأخيرة يطلع لك ايرور. قال لي طب التكة يساوي 70 و35 و15. الآلات بتاعتنا مختلفة صح؟ هنا آلتي بتعمل درجة وشرطة وشرطتين. ممكن آلاتك انت تلاقي دايرة ودايرة ودايرة عادي، دي درجات ودقايق وثواني. عرفنا الكتابة بتاعتها؟ عرفنا الكتابة، وكتابة جميلة ولذيذة. دي كده متفنطة درجات ودقايق وثواني. اللي احنا خدناه ده يا شباب كان اسمه ايه؟ القياس الستيني. معلومة جديدة ولذيذة، هو حساب مثلثات جميل والله وهيعجبكم وان شاء الله هتطلعوا بريمو فيه. قال لي طب ايه تاني؟ قال لي يلا بينا. بيقول لي اكتب كل من الزوايا بالدرجات بس. قلت له يعني ايه بالدرجات؟ قال لي يعني انا عايزك تكتب دي درجات، مش عايز درجات، دي درجات ودقائق، عايزها بالدرجات بس. قال لي ازاي؟ قلت له تعالى اقول لك. يلا بينا نفتح الآلة بتاعتنا. قال لي يلا. قلت له اكتب لي الجميلة دي. اكتبها يلا انا مستنيك. قال لي 100 درجة 25 دقيقة، التكة يساوي. قال لي 125. هو عايزها درجات بس، يعني مش عايزها متفنطة كده. بص بص بتك على علامة كوما. بعد ما اقول يساوي اتك على علامة كوما. كام يا استاذ؟ 100 علامة 4 1 6 6 7. قلت له حاضر، دي بتساوي 100 علامة، تعالى هاتها تاني يا استاذ، 4 1 6 6. 4 1 6 6 تقريبا. قال لي بس كده؟ قلت له اكتب دي بالآلة يساوي واتك على كوما. طب ممكن تسابقني لو فهمتها؟ يلا اعملها وترجع لي تاني. اللي جنبها 120 درجة.
30 دقيقة 15 ثانية. التكة يساوي مكتوبة صح، هو عايزها بالدرجات، التكة على كوما، هو عايزها بالدرجات، هتكة على كوما. فين الكوما دي يا أستاذ؟ أهي. كم؟ 120 و50 4. يلا بينا، دي بتساوي تقريبا 120 50 4 تقريبا، دي كده بالدرجات. يبقى لو مدهاني درجات ودقايق وثواني او درجات ودقائق، ازاي بعملها بالدرجات بس؟ بكتبها بالآلة، وبعد ما اقول يساوي اتك على كم. سهله وجميله، سهله وجميله. قال لي طب ايه تاني يا استاذ؟ هنا بقى العكس، مدهاني درجات وفيها علامات عشريه وعايزها درجات ودقائق وثواني. قال لي طب اعملها ازاي؟ عكس الطريقه. يعني ايه؟ هات الآلة بتاعتك واكتب الرقم الجميل. قال لي تعالى نكتب الرقم الجميل. 54 علامة عشرية، دي العلامة العشرية، و36 يساوي صح اتكتب. انت عايز ايه؟ درجات، عايز تفنطها نفس زرار الكوما. وظيفة الزرار ده لو هي متفنطة يلمها، ولو هي ملمومة يفنطها بس. يعني بكتب نفس الخطوات نفس الخطوات، بس هنا بكتب دي مفيش درجات ودقايق، هي كلها على بعضها. بعد ما اكتبها التكه يساوي كوما. 45 21 36. لا لا لا، وانت بتكتب يا جميل لازم بتكتب ده وتبعد شويه، تكتب الدرجات والدقايق والثواني. لازم تبعد شويه، لكن ما تحطش علامات عشريه هنا، مفيش علامات عشريه. طب اللي بعده، يلا بينا مع بعضين. سابقني يا باشمهندس، وريني انت الحل. 100 ونص يساوي الزرار اللي بعد كده عشان اعمل له درجات ودقايق وثواني. قول تاني، برافو عليك، كوما. قال لي يا استاذ دي 130. قلت له حاضر. 100 درجه و30 دقيقه، 0 ثانيه. بص يا جميل، 0 ثانيه مش لازم تكتبه، 0 ثانية مش لازم اكتب الصفر، خلاص بتتكتب كده وخلاص. امتى لازم اكتب الصفر؟ لو الصفر في النص وفي ثواني، لكن الصفر اللي في الاخير ده مش لازم يتكتب. جميلة؟ جميلة. هو منهجك السنة دي جميل، انت مع منصة الخطة. قال لي طب يلا تاني. احنا كده خدنا بدايتنا الوحدات بتاعت قياس الزوايا، درجات ودقايق وثواني. قال لي وبعدين في حاجات قديمة تعالى افكرك بيها قبل ما نبدأ في المسائل. مجموع قياس زاويتين المتتمتين، صح، مجموعهم 90، المتتمتين ب90. طب والزاويتين المتكاملتين ب180. احفظ الكلام ده بتاع سنة أولى عشان هنستعمله في المسائل. لما يقول لك زاويتين متتامتين 90 درجة، متتامتين 90، متتمتين 90، متكاملتين 180، متكاملتين. طب مجموع زوايا المثلث الداخله؟ قال لي كلنا حافظينها طبعا 180. قلت له برافو عليك، انت لو حفظت الكلام ده هتعرف تدوس في المسائل وتبقى بريمو. قال لي يلا بينا نشوف النسبه. بسم الله، شويه مسائل جميله وتعجبك. اذا كانت النسبه بين زاويتين متتمتين، قلت له استنى، انت قلت متتمتين وقلت 5 و7. قال لي هعمل ايه؟ قلت له استنى، مش ده كلام انت قلته لي؟ تعالى نستفاد بيه. الزاويه الاولى قال لي ايه؟ الف وب دي. قلت له قول اي رمزين، الف وب، س وصاد، لام وميم. النسبه كام وكام؟ قال لي 5:7. النسبه اللي قالها لي 5 الف وب الزاويتين. كلمه متتمتين احنا لسه قايلينها مجموعهم 90، المتتمتين مجموعهم 90. اكتب فين مجموعهم؟ جنب الزوايا، ازود نسبة من عندي اسمها المجموع. دول المتتمتين مجموعهم 90. طب والنسب دي مجموعهم كام؟ 5 و7 12. برافو 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 عليك، صح. طريقة قديمة خدتها في ابتدائي ودي سهل قوي. يبقى لما يقول لي زاويتين متتمتين كتبت 5:7 والف وب، متتمتين حطيت 90. طب ودول يا استاذ بجمعهم اللي تحت. هو عايز ايه؟ اوجد قياس الزاويتين. قلت له يعني؟ قال لي يعني عايز زاويه الف بكام وزاويه ب بكام. يلا بينا نجيب الزوايا، سهله. شيل دي كده من هنا. قال لي يعني ايه؟
قلت له يا استاذ لما بتحب تجيب رمز بتبص الرمز واحد وتجيبه. لو انا عايز اجيب الف، بص بص بص، 5 في 90 على 12. قول تاني 5 في 90 على 12. انت عايز زاويه الف، باخد المقام اضربه مقصات يعني 5 في 90 على 12. قال لي طب اكتب 5 في 90 على 12. طب لو عايز زاويه ب بنفس الطريقه، قول معايا مالكش دعوه بالف. عايز زاويه ب اللي في وش بعض بضربهم في بعض. بص اعمل بايدك كده يا جميل. الاتنين اللي معروفين ابدأ بيهم، بضرب واقسم. اللي معروفين 7 في 90 دول معروفين على 12. قال لي خلاويص، قلت له خلاويص. قال لي خلصت المسألة؟ طلع الناتج بس بالقلم. لذيذة. ألف وب 5 و7 متتمتين مجموعهم 90 وبجمع النسب اللي قالها. يلا آلتك الجميلة اهي، آلتي الجميلة. تعالى على جنبي يا آلتي الجميلة. شرطة كسر اهي، شرطة الكسر. لا افتح الآلة واشتغل معايا. لا اشتغل معايا. 5 في 90 فوق، 5 في 90 انزل تحت بالسهم على 12 يساوي. لا استنى دي كام؟ دي 75 على 2. هو عايز القياس الستيني. بص كتبتها كده صح. لو اتكيت كوما عملتها درجات ودقايق وثواني برضه صح. قال لي طب قولها 37 درجة و30 دقيقة. 37. بص ببعد شوية كده بإيدي. مفيش فاصلة. بعيد تاني، مفيش فاصلة. ما تعملش أي حاجة هنا، سيب بس مسافة. قال لي طب والتانية؟ قلت له اعمل لي التانية وقول لي أنت يا جميل. قال لي نفسها هي شرطة الكسر. 7 في 90 على 12. فين 7 في 90؟ قال لي وانزل تحت وقول على 12. لا صح كلامك صح. كتبتها كده صح. عايز درجات ودقايق وثواني، تكه هنا 52 و30. 52 ودي 30. لذيذة. فعلا الاتنين دول مجموعهم 90 درجة. جميلة وعسل، وبتيجي في امتحانات كتير. لا انت جميل، بس لا عشان تزداد جمال لازم توقف وتحلها بايدك. والله يا حبيب قلبي ما بينفع ان انت تتفرج بس، كل ما تحل بايدك انت شاطر وهتزداد شطارة. يلا تاني. قال لي يلا تاني. النسبة بين زاويتين متكاملتين. قال ايه؟ متكاملتين يعني مجموعهم 180. طب يلا نحل مع بعض. الزاويتين اسمهم ايه؟ قال لي ألف وب أو س وص. النسبة كام إلى كام؟ قال لي 3 إلى 8. كلمة متكاملتين مجموعهم 180. بزود من عندي عمود جديد كده اسمه المجموع. دول 180 عشان كلمة متكاملتين. و3 و8 11. العمود الجديد ده اسمه عمود المجموع. قال لي جميل. عايز ايه يا استاذ؟ اوجد القياس الستيني. يلا يا جميل. ازاي تجيب زاوية ب؟ اللي معروفين على اللي مش معروف. بتعمل بايدك مقصات. اللي معروفين على اللي مش معروف. اعمل معروف مليني بقى. يلا. قال لي 8 في 180 على 11. ده عشان اجيب ب. طب لو عايز الف؟ قال لي لا اللي احنا جبناها دي ب يا استاذ. قلت له برافو عليك، اللي جبناها دي اول واحده كتبتها دي كده ب. قال لي طب والف؟ قلت له عشان اجيب الف شيل ب كده بايدك. اعمل مقصات. يلا. 3 في 180 على 11. قالتك اللذيذه. يلا سابقني. لا والله احلى. وقف الفيديو كملها انت وبعد كده اسمعني، مش هزعل منك ولا حاجه. يلا اقفل عليا. يلا بينا. شرطة الكسر اللذيذة. 8 في 180. 8 في 180 انزل بالسهم تحت على 11 يساوي. قال لي الرقم ده مش عاطفي، التكه كوما. 130 و45 و32. قلت له تعالى نقولها كده يا استاذ. قال لي تعالى تاني.
130 54. 130 تسيب مسافة كده 54. قال لي طب والثواني؟ قلت له الثواني بص 32 ثانية ودي 73 من 100. الأجزاء العشرية الصغيرة بكتب درجات ودقائق وثواني والحاجات دي اسمها حاجات مهملة كده يعني طناش. قال لي يعني 32 ثانية في كسور بس ممكن ما تكتبهاش، دي حاجات صغيرة يعني. قال لي طب وألف؟ قلت له يلا بينا نجيب ألف بنفس طريقتنا الجميلة. شرطة الكسر اللذيذة 3 في 180 ونزلنا تحت وقلنا كم؟ 11 يساوي كوما 49 و5. طب والثواني يا أستاذ؟ ثواني عليا بس هقراها 27. قال لي طب واللي من 100 ده؟ قلت له مش مشكلة ممكن نطنشه، اسمها كميات صغيرة يعني لذيذة زاويتين. بس هنا من الافضل تقول تقريبا. قال لي ليه تقريبا دي؟ عشان احنا كنا مطنشين الارقام العشريه الصغيره. اوجد القياس الستيني جبناه 60. لذيذ ولا لذيذ؟ لذيذ وجميل. بالمناسبه برضو يا شباب، يعني لو طالب في زرار ده بيفنط درجات ودقايق، لو طالب كتبها لي كده 49 و5، شايفين دي؟ قال لي اه. بص 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 بص، لو اتكيت على كوما هيشيل التوزيعه بتاعت الدرجات ودي يجيبها كلها درجات 49 0 9. يعني دي لو لقيت في الاجابه 49 0 9 0 صح مش غلط. الزاويه دي هي الزاويه دي بالدرجات مش متفنطه دقايق وثواني، دي درجات وده. يعني مين اللي صح فيهم؟ الاثنين صح. كتبت كده واتكتبت كده صح، واللي قبلها برضو كده. ده صح وده صح. لذيذه وجميله. الاجمل ان انت بتوقف وتحل بايدك مش بعينيك. قال لي قول يا استاذ. قلت له قول انت. النسبه بين قياس زاويتين متكاملتين حلها انت وسابقني يلا. س وصاد النسبه كام؟ 5 إلى 11. متكاملتين برافو 180. والجمال دول 5 و11 16. عايز س وعايز صاد. يلا نجيب س. 5 في 180 على 16. عايز صاد 11. بص 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 اللي في وش بعض الكروس كده لما تيجي تعمل علامة فيه اللي معروفين بتقولهم الأول. 11 في 180 على 16. قالتك اللذيذة؟ قالت اللذيذة. يلا يا جميل. شرطة الكسر اللذيذة 5 في 180 وانزل تحت وقول 16. اتكتبت كده صح. كام يا أستاذ؟ 56 و15. وثواني استنى بس، الثواني مش موجودة. قال لي يعني ايه؟ الثواني 0 عشان كده ما كتبتهاش. كتبت كده صح. اتكيت على كوما وعملتها 56 25 من 100 برضو صح. الفرق بينهم ايه؟ دي متفنطه درجات ودقائق لكن دي كلها درجات. قال لي واللي بعدها؟ قلت له واللي بعدها زيها. يلا يا جميل. انا ممكن ارجع بالسهم بتاعي اللذيذ ده واشيل دي واحط 11. قال لي بس؟ قلت له بس. 123 45. 123 وابعد شويه كده واكتب 45. وممكن يا استاذ صح 123 نفس المسألة. برافو عليك. لو اتكيت علامة كوما 123 75 كتبتها صح وصح. يلا يا جميل يا صح خلصها بإيدك بسرعة. لذيذة وجميلة والدرس جميل وسهل وبيجي في الامتحانات المسائل دي كده بالنص مع تغيير أرقام. انت مادام فهمت تيجي أي حاجة حلوة. النسبة بين قياسات زوايا مثلث. هو المثلث دي كام زاوية؟ 3 3 4 7. قلت له استنى زاوية ألف إلى ب إلى ج أو س إلى ص، أي 3 زوايا يعني. 3 دي نسب مش حقيقة. 3 4 7.
قبل ما تكمل، لما كان بيقول لك متتمتين بتزود مجموعهم 90، متكاملتين بزود مجموعهم 180. طب دي زوايا مثلث، برافو، مجموع زوايا المثلث ب 180، مجموع زوايا المثلث ب 180. جمعت اللي فوق، طب يلا نجمع اللي تحت يا باشمهندس. 3 و4 7، 7 و7 14. عايز ايه؟ اوجد قياس الزوايا، يعني عايز أ وب وج. هات أ بكام وب بكام وج بكام. ازاي اجيب أ يا جميل؟ شايف دي 3 في 100. قال لي طب واللي في النص؟ لا، اللي في النص فيهم رموز مجهول، شيله كده من قدام عينك. يلا 3 في 180 على 14. طب وزاوية ب؟ اخد المقام بتاعها 4 في 180 على 14. طب وزاوية ج؟ 7 في 180 على 14. اعملها بالآلة اللذيذة بتاعتك وطلع كل واحدة بكام. يلا مستنيك، يلا بسرعة اعمل أي حاجة وملهاني. اللي يعمل حاجة يقول لي يا شباب. شرطة الكسر الجميلة فوق في البسط ونزلنا تحت عملنا 14. التكة كوما 38 34 38 34 17. العلامات من 100 دي الارقام العشريه دي هتنشئ 17. قلت له شكرا. قال لي دي كانت ايه يا استاذ؟ خلي بالك درجه شرطه شرطتين. جميل. قال لي طب واللي بعدها؟ قلت له تعالى نكتب اللي بعدها. قال لي دي هي مكتوبه بس شيل الثلاثه دي وخليها 4. قلت له حاضر. شيل الثلاثه دي وخليها 4 واتكينا. 51 25. قال لي والثواني ما تنساهاش. قلت له حاضر. 42 تقريبا. قال لي ليه؟ عشان في ارقام من 100. اللذيذه دي عملتها طلعت 90 بالظبط. قال لي، قلت له 90 بالظبط. دي 7 90 بالظبط، مفيش درجات ولا دقايق. دي كده ايه؟ دي زوايا المثلث. لذيذه لذيذه لذيذه. الاجزاء بتاعتنا دي سهله ولا سهله؟ برافو عليك. وطول ما انت بتتدرب معايا واحده واحده هتلاقي كل حاجه سهله وهتجيب الدرجه النهائيه ان شاء الله، بس بالتدريب. كانت حلوه الفقره الاولى، كانت لذيذه. يلا بينا ناخد حته جديده. ادخل على موقع الخطة التعليمي علشان تشوف باقي الدروس في كل المواد. ذاكر في أي وقت وخليك دايما مستعد. خلصنا الفقرة الأولى وكانت لذيذة. الفقرة الثانية ممتعة عشان فيها حاجات جديدة وأول مرة هتسمعها. بس قبل ما ندخل فيها تعال أفكرك بالحاج فيثاغورس. فيثاغورس كان مؤدب. والله العظيم كان جميل. كان بيقول لك لو أنت عندك مثلث قائم. مثلث إيه؟ قائم. أول ما تسمع فيثاغورس افتكر القائم. المثلث ليه كام ضلع؟ قال لي 3 ضلعين جنب القايمة والوتر. بيقول لك لو انت اديتني ضلعين اعرف اجيب لك الضلع الثالث. يعني ايه؟ لو انا اديت لك الضلع ده برقم والضلع ده برقم تعرف تجيب الوتر؟ قال لي قلت له ازاي؟ قال لي الوتر ده بص الوتر ده تربيعه بيساوي ده تربيع زائد ده تربيع. قال لي تاني لو انت عايز الوتر بكتب ده تربيع وده تربيع، يبقى انا جبت مربع الوتر. الكلام ده خدناه صح كده في تانية اعدادي. قال لي طب ما تديني مثال. قلت له تعالى هقول لك مثال صغير حلو وامور. لو قلت لحضرتك ده 3 وده 4 ممكن تجيب لي أ ج؟ قال لي طبعا ده القانون مكتوب. تعالى اقول لك في ثالثه اعدادي طريقه مبسطه. انا عايز مين؟ عايز الوتر. اسمه ايه؟ اسمه أ ج بتساوي. قال لي تربيع يا استاذ. قلت له استنى بس اسمعني. عايز الضلع ده؟ بعمل جذر واكتب الضلعين دول. تاني لو انت عايز الوتر بعمل جذر واكتب الضلعين وببدأ بالكبير. فيثاغورس كان مؤدب بيبدأ بالكبير. ده 4 تربيع و3 تربيع. احط بينهم ايه؟ لو انت عايز الوتر هو الوحيد اللي زائد. قال لي واعملها تطلع 5. لو انت عايز الوتر جذر وبكتب الكبير
زائد الصغير، زائد ليه؟ عشان ده وتر. لو انت عايز الوتر بحط علامه زائد. قال لي طب يا استاذ لو انا عايز الف ب، يعني قلت لك ده 5 وده 4 وده معرفش، عادي فيثاغورس كان لذيذ. انت عايز ايه؟ ضلع في المثلث القائم. فيثاغورس يقول لك الضلع مثلث القائم قول بيساوي جذر. ده اختصار عن سنه تانية. قال لي مين؟ ببدا بالكبير. احفظ فيثاغورس كان مؤدب بيبدا بالكبير. مين الكبير؟ قال لي الخمسه وبعد كده الاربعه. اقول زائد ولا ناقص؟ حسب اللي انت عايزه. هو ده وتر تحط ناقص. فيثاغورس كان مؤدب بيبدا بالكبير لو عندي رقمين. قال له بالاله اللذيذه طلعت 3. نتدرب تاني؟ قال لي حاضر نتدرب تاني. لو قلت لحضرتك ده 13 وده 12 وده مش معروف، مثلث قائم فيثاغورس، اسمك ايه اللي مش معروف؟ ب ج. اعمل معروف وركز معايا. هعمل جذر، اكتب ايه؟ ابدا بمين؟ فيثاغورس كان مؤدب بيبدا بالكبير، مش الكبير اولا، وده 12 وعليها تربيع. اقول زائد ولا ناقص؟ الضلع ده مش الوتر، خلاص يبقى ناقص. بالاله اللذيذه طلعت 5. سهله يا شباب. فيثاغورس كان جميل وانت اجمل عشان هتتدرب. الكلام ده مهم ليه؟ علشان المسائل اللي جايه 90% هنستعمله، يعني كل المسائل هنستعمل ده. قال لي وبناء عليه ده لازم قبل ما تكمل وقف وتدرب كده عليه مساله 2 3 4 تاني. قال لي طب يلا بينا. افتكرناه فيثاغورس اللذيذ. ايه بقى بتاع تالتة اعدادي الجميل؟ النسب المثلثيه، ودي الفاظ جميله وحلوه. قال لي اول حاجه لو انا عندي مثلث قائم اسمه ايه يا استاذ؟ اسمه ا ب ج. اسمه ايه؟ اسمه ا ب ج. فين؟ اهو مثلث قائم الزاويه، لذيذ. فين الوتر؟ الوتر اللي قدام الزاويه القايمه ده اسمه وتر. قال لي ايه تاني؟ قلت له زاويه ج اللذيذه الحاده دي الضلع اللي في وشها المقابل ليها اسمه مقابل لزاويه ج. صح. انت لو قاعد كده وفي قدامك ضلع قدامك يبقى اسمه مقابل. اسمه ايه؟ مقابل. ده اسمه مقابل. امال اللي لازق في الزاويه ده اسمه مجاور. مجاور مقابل مجاور ووتر. قال لي هو بعدين يعني في 3 الفاظ هتسمعهم بقى جداد. اول حاجه لو قلت لك اوجد جيب الزاويه. لا 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 مش جيب البنطلون، جيب الزاويه. يعني ايه جيب الزاويه؟ قلت له تعالى افهمك. لما بيقسموا الضلع ده على الضلع ده، الطول ده على الطول ده، لما بقسم الرقمين دول على بعض بتطلع نسبه. المقابل على الوتر، يعني المقابل على الوتر بيطلع رقم على رقم. سموا الرقم ده جيب الزاويه ورمزه جا. قال لي ايه الالفاظ الجديده دي؟ قلت له هتتعود عليها مع الكلام دوت. دي التكنولوجيا الجديده كلها مبنيه على الكلام اللي بقوله. جيب الزاويه يعني جا، جيب الزاويه يعني جا. وكمان في الاله بتاعتي اللذيذه صح بص شايف ده؟ SIN اسمه ساين. ساين يعني جيب الزاويه. قال لي يعني اللي عندنا ده في الاله؟ قلت له وهنشتغل بيه كمان شويه. جيب الزاويه يعني ساين، جيب الزاويه يعني ساين. قال لي ماشي فهمت. قلت له لا احفظها بس بعد ما فهمتها احفظ. جيب الزاويه اي جا مقابل على وتر. عايزك تحفظ اللي باللغه العربيه. لما اجي اقول لك جا مقابل على وتر اقول لك لعبه؟ قال لي قول لي لعبه. ا ب ج مثلث قائم، ده 3 وده 5. لو انا قلت لك هات لي جا، بص السؤال، جا ج بيساوي كام على كام؟ نقط على نقط. الجا مش دي زاويه ج؟ الجا مقابل على وتر. لا انا حفظتها. الجا مقابل على وتر، الضلع المقابل طوله 3 والوتر طوله 5. يبقى جا ج اختار 3 على 5. الجا مقابل على وتر. قال لي ده اول واحده. ده اسمه جيب الزاويه. جيب تمام الزاويه بنرمز لها بالرمز جتا. جتا جيم. جتا جيم عشان الزاويه اسمها جيم. جتا جيم. قال لي بجيبها ازاي جتا؟ بقسم الضلع اللي جنبها اسمه المجاور على الوتر
مجاور على وتر. تاني الجتا بتساوي مجاور على وتر. بقسم الضلع المجاور على الضلع. يعني يا استاذ ده بفيثاغورس 4. لو جيت اقول لك جتا ج بتساوي كام؟ كلمة جتا حفظت القانون ولا لسه؟ قال لي حفظت. مجاور على وتر. الجتا مجاور على وتر، مجاور على وتر، يبقى 4 على 5. كده قانونين خدناهم، فاضل لنا واحد تالت. قال لي طب قولهم تاني. الجا مقابل على وتر يعني 3 على 5. الجتا مجاور على وتر يعني 4 على 5. لذيذة؟ احفظ أول واحدة واحفظ تاني واحدة. طب شوفني حافظهم كده. الجا مقابل على وتر والجتا مجاور على وتر، والكلام ده كله لازم المثلث القائم. آخر حاجة ونشوف المسائل اسمها ظل الزاوية. اسمها ايه؟ ظل الزاوية. ظل الزاوية يعني ظا. ظل الزاوية يعني ظا. لما يقول لي هات الظل او بيقول لي هات الظا، بقسم المقابل على المجاور. المقابل على المجاور. بص لو قلت لك ظا جيم، ظا جيم، اروح لعند جيم. الظا بتساوي ايه يا استاذ؟ مقابل على مجاور، مقابل على مجاور، مقابل على مجاور، يبقى 3 على 4. والمسائل بتاعتنا اللي كلها جايه كده. هجيب لك مثلث واقول لك هات جا وهات جتا وهات ظا. جا وجتا وظا. كل المسائل فلازم ابقى حافظهم. مقابل على وتر، مجاور على وتر، مقابل على مجاور. عرفنا بيساووا ايه كقوانين. وفي الآلة الجا اللي هي ساين، والجتا اللي هي جوزاين، والظا اللي هي تان. نشوفهم مع بعض. الجا اللي هي ساين والجتا اللي هي جوزاين. حفظت؟ الجا اللي هي ساين، الجتا اللي هي جوزاين، والظا هي تان. لا مش هنستعملهم في الآلة دلوقتي. انا الاول عايزك تحفظ القوانين دي ونتدرب عليها. ممكن اديلك كده ايه ريست صغنطه تحفظ فيه نص ساعه كده. اكتبهم وسمعهم لنفسك 20-30 مره وتعالى كمل معايا. قال لي يلا بينا. مثلث جميل ومثلث لذيذ، مثلث قائم. بتجيلي بقى مسائل كتير كده. يجيب لك مثلث ويقول لك اوجد اي حاجه من دول. قلت له حاضر. المثلث الثلاث اضلاع معروفين، لازم الثلاثه يبقوا معروفين. قال لي لا ده احنا مدي لك 2 بس. قلت له لا مش هكمل، لازم اجيب الضلع الثالث. بجيبه ازاي؟ الحاج فيثاغورس مديني ده ومديني ده. مين اللي مجهول؟ الف ب. بص اول حاجه في الحل اقول له الف ب بتساوي. فيثاغورس كان مؤدب بيبدا بالكبير. اكتب اول حاجه ال5 ولا ال4؟ قال لي ال5 تربيع وال4 تربيع. اقول زائد ولا ناقص؟ الضلع اللي انت عايزه ده هو ده وتر. الوتر الوحيد اللي تقول له زائد. انت وتر؟ قال لي لا. قلت له خلاص مش زائد وراح اكتبها. قال لي لذيذه. قلت له لذيذه وجميله. عرفت الثلاث اضلاع. يلا بينا نشتغل على حاجه. جا جيم. طب والثانيه؟ جتا جيم وظا جيم، وجتا الف وجا الف وظا الف. يلا بينا نعدلهم يا جميل. يلا بالمناسبه قال لي قلت له ببص للزاويه قبل دي، قبل جا وجتا وظا. ببص الزاويه دي اسمها ايه؟ قال لي جيم. وروح لزاويه جيم بص لها. دي جيم، ده اسمه الوتر. واحنا قلنا ده 3، ده اسمه مقابل. وده اللي جنب الزاويه اسمه مجاور. لا ما تقوليش الزاويه اللي جنبها 5، ال5 ده اسمه وتر، يبقى ده اسمه مجاور. يلا بص لزاويه جيم. انا هقول لك وانت سمع لي السلايد اللي فات. الجا بتساوي ايه على ايه؟ الجا مقابل على وتر. بص ايدي الجا مقابل على وتر، يبقى 3 على 5. طب جتا، افتكر القانون كده اللي كاتبينه اللي انت كاتبه في الورقه عندك. الجتا مجاور على وتر. بص ايدي مجاور على وتر، يبقى 4 على 5. الظا فاكر القانون؟ بص من الورقه. الظا مقابل على مجاور. تاني مقابل على مجاور، يعني 3 على 4. جميله وبتيجي كده في الامتحانات كلها ولازم تبقى متدرب عليها. طب اعمل ايه يا استاذ؟ عايزك توقف الفيديو وتكتبهم انت تاني. جا جيم بتساوي جتا جيم ظا جيم. اتدرب عليهم وبعد كده يلا نكمل. خلاويص يلا بينا.
عرفنا الجزء الاولاني خلاص. قال لي الجزء الثاني، تعال نجيب له قلم تاني. جاء الف، فين زاويه الف دي يا شباب؟ قال لي زاويه الف فوق. قلت له زاويه الف دي اهي الف. فين الوتر؟ قال لي الوتر المقابل للقايمه. فين المقابل لالف؟ قال لي اهو، ده مقابل لجيم، ده مقابل لجيم، لكن اللي في وش الف قال لي يا استاذ. قلت له نعم. قال لي يعني ده وده ممكن اسمائهم تتغير فعلا. لما اقول لك زاويه الف، فين المقابل؟ ده مقابل لزاويه الف. الضلع ده هو مجاور لجيم، لكن بالنسبه للالف مقابل، وتلاتة دي لازقه في الف، يبقى اسمه مجاور. زاويه الف مقابل، المقابل ليها على طول اللي في وشها مقابل ومجاور ووتر. يلا بينا. الجاه، فاكر القانون اللي انت كنت لسه كاتبه؟ الجاه مقابل، مليني القانون. الجاه مقابل على وتر، مقابل على وتر 4/5. طب والجتا؟ لا، قلنا القانون واقول لك ازاي يجي من الرسم. جتا مجاور على وتر، مجاور على وتر، يبقى 3/5. الظا، القانون ايه؟ مقابل على مجاور. ظا مقابل على مجاور، يبقى 4/3. لذيذة. يبقى المثلثات دي هنعمل شويه مثلثات ونتدرب عليها، بس مهم ان انت توقف وتتدرب على دي قدامي تاني دلوقتي قبل ما تكمل. قال لي وبعديها؟ قلت له يلا بينا، بس قبل ما ناخد امثله اقول لك لاحظ حاجه كده. قال لي ايه؟ قال لي جا ج 3/5. زاويه ج دي الجا 3/5. هو مين اللي 3/5؟ وجتا الف برضو 3/5، يعني جا دي يساوي جتا دي. قلت له حاضر ماشي، جميله واتدربت عليها، تعال نكمل. قال لي تعال نكمل. عندي مثلث تاني جميل. قلت له مثلث قائم؟ قال لي ده 9 وده 41. قلت له لا، انا متعود لازم الثلاث اضلاع يبقوا معروفين. الضلع اللي مش موجود اسمه ايه؟ قال لي اسمه س ص، لازم اجيبه. فيثاغورس كان مؤدب، صح. ابدا بمين الكلام؟ اكتب 9 في الاول ولا 41؟ 41. فيثاغورس كان مؤدب، بيبدا بالكبير. 41 تربيع و9 تربيع. ليه حطيت ناقص؟ عشان الضلع اللي انا عايزه ده مش الوتر الوحيد اللي زي. طب دي بكام؟ قال لي طب ما تسال الاله، ممكن تعملها لي يا جميل. ادي جذر 41 تربيع ناقص ادي 9 وعليها تربيع، طلعت 40. يبقى الضلع ده 40 سم. الخطوه الاولى لازم اجيب الثلاث اضلاع، بيديني 2 وانت تجيب الثالث. مش هديك الثلاثه على فكره خالص، مش هتلاقي مساله كده، لازم يديك 2 وانت تجيب الثالث. فاول حاجه اجيب فيثاغورس وبعد كده اكمل. عايز انهي زاويه ابص لها؟ س. هبص على زاويه س. فين س؟ اهي. ممكن اول حاجه توريني فين الوتر؟ قال لي الوتر مقابل للزاويه القايمه. فين الزاويه القايمه؟ شعلقه فوق. الضلع ده كده اسمه الوتر، يعني الوتر ب 41. زاويه س الضلع المقابل اللي في وشها، قال لي ده اسمه مقابل لس. امال ده يبقى اسمه ايه؟ قال لي ده جنبها يبقى اسمه مجاور لس. يلا بينا، انا عايز ورقه القوانين اللي انت كتبتها لي تقول لي وانا اكمل معاك. جا القانون اللي عندك بيساوي ايه؟ الجا مقابل على وتر. فين زاويه س؟ حط صبعك كده مقابل على وتر. تاني مقابل على وتر. 9/41. 9/41. جتا س، هروح لس. ايه قانون الجتا؟ لا بص من الورقه وقول لي. الجتا مجاور على وتر. بص ايدي، مجاور على وتر. جتا مجاور على وتر 40/41. الظا، قول القانون وانا اكمل معاك. الظا مقابل على مجاور. يلا نروح لس. مقابل على مجاور. تاني مقابل على مجاور. 9/40. الاختيارات بتاعتك بتيجي كده والله جميله وسهله، بس لازم تبقى حافظ القوانين. قال لي كده خلصنا المطلوب الاولاني. كان بيسالني على النسب المثلثيه
لزاويه س جا وجتا وظا، جيب الزاويه، جيب التمام، ظل الزاويه. قال لي طب عايز تاني حاجه؟ قلت له بيسالني على عين، فين عين دي؟ قال لي عين دي. قلت له حاضر استنى بس نجيب جملة اللذيذه ونقول مع بعض. هو بيسالني على زاويه ج المره دي، قلت له صح. ولا زاويه عين؟ قال لي زاويه عين. فين الوتر؟ قال لي مقابل للزاويه القايمه ما بيتغيرش. زاويه عين شايفها؟ فين الضلع المقابل؟ قال لي ده يا استاذ اسمه مقابل. بنتي بتقول لي مش انت كنت كاتب مجاور؟ لو بصيت لسين ده لازق فيها، ده اسمه مجاور لسين. لكن بالنسبه لعين ده اسمه مقابل لعين. ده مقابل وده وتر، يبقى اللي لازق فيها ده اسمه مجاور لزاويه عين. يلا بص في ورقه القوانين وقول لي الجا. قال لي الجا مقابل على وتر. بص العين، صبعك عند عين. الجا مقابل على وتر، 40 على 41. طب جتا، القانون اللي انت كاتبه، الجتا مجاور على وتر، 9 على 41. اخر حاجه الظا، القانون ايه؟ مقابل على مجاور، 40 على 9 مقابل على مجاور. رائع. انا بحب القوانين الجميله دي اللذيذه اللي كل الطلبه حافظاها طبعا. قال لي عرفناهم واتدربنا عليهم ولا لسه ما اتدربناش؟ وقف وحلهم تاني بايدك. قال لي لذيذه وبرده جميله. معلومه. قال لي نعم. لو حد عايز يشغل الذكاء ممكن. بيقول لك لو انت حبيت تجيب الظا ممكن تقسم الجا على جتا. قلت له والله؟ قال لي اه. تاني الظا بتساوي الجا على جتا. يعني ايه يا استاذ؟ طريقه اخرى، لو انت عندك جا وعندك جتا ممكن من غير ما ابص للرسمه اجيب الظا. قال لي ازاي؟ بقسم الجا على الجتا، بقسم الرقم ده على الرقم ده، المقام هيطير مع المقام، يتفضل كام على كام؟ 9 على 40. الظا بتساوي جا على جتا، الظا بتساوي جا على جتا، الظا بتساوي جا على جتا. قال لي طب هنا لو عندي الجا عين وجتا عين اعرف اجيب ظا عين؟ الظا بتساوي جا على جتا، هقسم الرقم ده على الرقم، المقام متشابه هيطير، هتقسم كام على كام؟ قال لي 40 على 9. 40 على 9 يبقى الظا ممكن اجيبها بمجرد النظر لو عارف جا وجتا، مش لازم من الرسمه يعني. دي طريقه. قال لي جميل. 1 2 عايزك كده ايه بذكائك ترد عليا. قال لي حاضر. انت جيت في الذكاء يبقى انا اللي ايه؟ انا اللي هتكلم. فين؟ بص لدي 9 على 40 على 41. ايه ده؟ بيسوي صح. الرقم ده هو الرقم ده. عايز استفاد حاجه، ايه العلاقه بين زاويه س وزاويه عين؟ قال لي يعني ايه العلاقه بينهم؟ قلت له الزاويتين دول مجموعهم كام درجه؟ قال لي دي 90، يقول الاثنين دول مجموعهم 90. مش هما المثلث 180 درجه؟ واحده ب 90 يتفضل 90. دول مجموعهم كام وكام ما اعرفش بس مجموعهم 90. الزاويتين دول اسمهم متتامتين. اسمهم ايه؟ نلاحظ حاجه، جاء الزاويه الاولى هو جاء الثانيه. قال لي لا، جاء الزاويه الاولى بيساوي جتا المتممه، جاء الزاويه يساوي جتا المتممه، جاء الزاويه يساوي جتا المتممه. قال لي طب وايه تاني؟ جتا الزاويه دي بيساوي جا المتممه، جتا س يساوي جا عين، وجا س جتا عين. الزاويتان المتتامتان اللي مجموعهم 90 درجه، جاء الزاويه الاولى يساوي جتا دي، وجتا الزاويه الاولى يساوي جا دي. يعني الجا بتساوي الجتا لو الزاويتين متتامتين. قال لي لذيذ. قلت له الملحوظه الثالثه، الظا دي والظا دي الزاويتين دول متتامتين، س وعين متتامتين، ايه العلاقه بين الاثنين دول؟ قال لي لا دول معكوس ضربي. الظا
لزاويه والمتممه بيبقى المعكوس الضربي. 9 على 40 يبقى 40 على 9. قال لي يعني يا استاذ ممكن الحاجات دي نستفاد بيها؟ طبعا ممكن نستفاد بيها. قال لي نستفاد بيها ايه؟ قلت له استنى تعال نبص على القوانين الاول وبعد كده اقول لك ازاي نجيبها ذكاء. بيقول لك جيب اي زاويه، جيب يعني جا يساوي جيب تمام الزاويه المتممه. لو زاويتين مجموعهم 90 يبقى دول اسمهم متمتين. لو قلت لك جا الف يساوي جتا ب، جا الزاويه الاولى يساوي جتا المتممه. طب لو قلت يا استاذ جتا الف زاويه الف، جتا الف يساوي جا ب، يعني جا الاولى يساوي جتا الثانيه وجتا الاولى يساوي جتا الثانيه. قال لي جميله وسهله حلوه يا استاذ. والعكس صحيح. يعني ايه؟ اذا كان جا الف يساوي جتا ب، دي جا ودي جتا، جا وجتا، جيب الزاويه وجيب التمام، نستنتج ان الزاويتين دول مجموعهم 90. قال لي فهمني اكتر. قلت له تعالى لو قلت لك جتا 70 يساوي جا نقط، دي جا وجتا او جتا وجا، الزاويتين دول مجموعهم 90. قال لي طب ممكن تقول لي تاني شويه مسائل نتدرب على كده؟ قلت له تعالى اقول لك. لو قلت لك جا 50 درجه يساوي جتا نقط، لما تلاقي الجا يساوي جتا يبقى الزاويتين دول متتمتان مجموعهم 90. جا يساوي جتا مجموعهم 90. دي 50 يتفضل كام على ال 90؟ اطرح من 90 يتفضل 40. قال لي تاني. قلت له تاني جا 80 يساوي جتا نقط، ممكن تجيبها لي؟ دي جا بيساوي جتا يبقى الزاويتين مجموعهم 90. تاني مجموعهم 90. دي 80 يتفضل كام عشان يبقوا 90؟ قال لي دي تبقى 10. تاني لو قلت لك جتا 70 يساوي جا، قال لي يا استاذ دي جا وجتا او جتا وجا، جتا وجا او جا وجتا، الزاويه دي زائد الزاويه دي قاعده مجموعهم 90. هنا 70 يتفضل كام؟ اطرح من 90 يتفضل 20. ملحوظه؟ لا بتيجي اختيارات صغيره كده وجميله، اوعى تنساها يا باشمهندس. قال لي حاجه تاني جا 45 يساوي جتا، شوف طرح 90 ناقص 45. قال لي اتفضل 45. بتيجي كتير في الاختيارات لما نلاقي جا يساوي جتا يبقى الزاويتين دول مجموعهم 90. تاني مجموعهم 90. قال لي طب يلا بينا. قلت له يلا بينا مع بعضين. عندي مثلث لذيذ نفس الدرس بس هناخد افكار عليه. قال لي دي 5 ودي 12. قلت له قبل ما تكمل لازم تجيب الضلع الثالث، ثالثه اعدادي لازم تجيب الضلع الثالث في اي مثلث قائم من قبل ما تحل مسألتك الجميله. يلا نقول مع بعض. قال لي انا عايز الف ج فيثاغورس. يلا يا فيثاغورس هات لي الف ج. فيثاغورس كان مؤدب بيبدا بالكبير. قال لي 12 تربيع و5 تربيع. اقول زائد ولا ناقص؟ اللي انت عايزه وتر الوحيد اللي يتقال له زائد، الوتر الوحيد اللي زائد بالآلة اللذيذة يطلع 13. قال لي طب يلا نكمل نشوف المطلوب بقى. عايز جتا ألف. فين زاوية ألف؟ اهي زاوية ألف. فين الوتر؟ الوتر المقابل للقايمة. فين المقابل وفين المجاور؟ دي زاوية ألف، اللي في وشها ده اسمه مقابل واللي لازق فيها ده اسمه مجاور. هو عايز ايه؟ جتا. فاكر القانون اللي انت كنت كاتبه يا جميل من شويه في الورقه بتاعتك؟ ها الجتا كان بيساوي ايه؟ قوله لي. قال لي يا استاذ ده بيساوي مجاور على وتر. فين الف؟ اهو مجاور على وتر 5 على 13. فين في الاختيارات؟ دور اهي يا جميل. الجتا مجاور على وتر، الجتا مجاور على وتر، لذيذه وجميل. لا حلها تاني بايدك وبعد كده كمل. قال لي نشوف مساله تانيه. قلت له تعالى نشوف مساله تانيه. الف ب ج مثلث قائم الزاويه فيه ب. قلت له حاضر. قائم الزاويه فين؟ في ب. حاضر.
قال لي حاضر ايه؟ قلت له هرسم مثلث. اول حرف هحطه القايمه. القايمه قال لي اسمها ايه؟ قلت له اسمها ب. قال لي كمله. قلت له الف وب وج. تحط الف هنا او هنا ماشي، بس المهم ب تبقى قايمه. الف ب ب3 شكرا. ب ج ب4 ميرسي. فيكون قلت له يلا بينا نشوف يكون دي. قبل ما ابص على المطلوب الثلاث اضلاع معروفين ولا لسه؟ قال لي لسه. قلت له ايه؟ قال لي الوتر مش عندي. يلا نجيب الوتر يا فيثاغورس. قال لي نعم. هات له الوتر. بيجي ازاي؟ فيثاغورس كان مؤدب، هيبدا بالكبير 4 تربيع و3 تربيع. اقول زائد ولا ناقص؟ قال لي زائد. وبالمناسبه زائد ده اكتب ده هنا ولا ده هنا مش فارقه عشان علامه زائد. بفيثاغورس الجذر بالآلة 4 تربيع زائد 3 تربيع يطلع 5. قال لي يلا بينا. هبص على زاوية ألف ولا جيم؟ الزاوية اللي بجيبها الزاوية الحادة. قال لي تعالى نشوف هو عايز ايه. عايز زاوية ألف. قلت له حاضر دي زاوية ألف. قبل ما أكمل كلامي لازم أكتب فين المقابل والمجاور والوتر. أول حاجة هطلع وتر. فين القايمة أهي؟ الوتر ده المقابل، ده الوتر. زاوية ألف اللي في وشها اكتب عليه مقابل، واللي جنبها مجاور. عرفت تكتب ده بالقلم الرصاص؟ يلا نكمل بقى. هو عايز ايه؟ عايز جا ألف جاتا ألف. قلت له يعني بينهم زائد ولا ناقص؟ قال لي ولا زائد ولا ناقص. قلت له امال ايه دي؟ قال لي دول مضروبين مفيش علامة معناها فيه. يلا جا ألف. ايه قانون الجا؟ لا من مخك اللي انت حفظته. الجا مقابل على وتر. بص ايدي بص ايدي. زاوية ألف اهي مقابل على وتر يعني 4/5. جتا القانون اللي احنا لسه قايلينه من شوية حفظته. الجتا مجاور على وتر. اروح عند ألف واقول مجاور على وتر. تاني مجاور على وتر يعني 3/5. قال لي خلاويص. قلت له اضرب وخلاص. اضرب بالآلة ولا بمخي؟ اي حاجة صح. لو الضرب بالمخ بسط في بسط مقام في مقام. 4 في 3 ب12 و5 في 5 قال لي ب25. شكرا. قال لي ولو ضربتهم بالآلة؟ قلت له انت حر يعني ده صح وده صح. سهلة؟ لا دي بتيجي كتير في امتحانات لازم تحلها بايدك. اوعى تفوت مسألة وتقول فهمتها. انت بتفهم وشاطر بس لازم تتدرب. مسألة لذيذة وجميلة. مثلث أ ب قائم الزاوية في ب. قلت له استنى قال هتعمل ايه؟ قلت له أول ما يقول لي مثلث قائم لازم أعمل علامة القايمة. بعمل على خط الكراسة خط كده وده. لما أقول لك قايمة ما تعمليش مثلث كده وتقول لي قائم. هو ده منظر قائم؟ ما ينفعش يا راجل. قال لي لازم أعمل ايه؟ قلت له تاني هقول لك أهو بالراحة. لما يقول لك مثلث قائم على خط الكراسة تعمل خط. ومن هنا بتعمل عمود ولا مايل ولا مايل. الزاوية دي كده اسمها الزاوية القايمة. اسمه ايه؟ قائم في ب. اول حرف احطه القايمة ودي ألف وج. يلا نكمل. اذا كان جاء ألف ب7/25 قلت له تيجي اقول لك حاجة ذكية؟ قال لي لا. قلت له ليه؟ قال لي قول لي بالراحة وبعد كده الحتة الذكية. قلت له الجا دي بتساوي ايه على ايه؟ بمخك. فاكر القانون؟ لا القانون قال لي ده مقابل الجا مقابل على ايه؟ فانا كده عرفت ان الوتر كام؟ عرفت ان الوتر ب25. طب والمقابل لزاوية ألف ب7. زاوية ألف المقابل ده ب7. حد معترض؟ قالوا لي لا. دي كده المعطيات اللي هو قالها لي صح. عايز ايه الجميل؟ عايز جتا ايه؟ لا مش ألف. هو عايز جتا ايه؟ جيم. هروح ابص على جيم. ده الوتر وده جنبها ده مجاور. الجتا القانون اللي انت حفظته. الجتا اهو يا استاذ ده مجاور على وتر. زاوية جيم فين المجاور؟ 7 والوتر 25. الطريقة اللي أنا حليت بيها دي اسمها الطريقة البطيئة. يعني إيه الطريقة البطيئة؟ يعني رسمت بالراحة واستنتجت. هو كان في طريقة سريعة يا أستاذ؟ طبعا في طريقة سريعة. في طريقة بمجرد النظر. قال لي طب ما تقولها لي. قلت له تعالى أقول لك. مش هو المثلث بتاعي قائم في ب؟ ألف ب ج ده قائم في ب
قال لي قلت له في مخك زاوية ب قايمة، ايه العلاقة بين ألف وجيم؟ قال لي ألف وجيم متتامتين، أي زاوية قايمة شيلها من المثلث، دول اسمهم متتامتين، ألف وجيم متتامتين. جاء الزاوية الأولى، ايه علاقته بجتا الزاوية التانية؟ القاعدة اللي لسه قايلينها. قال لي لا قولها لي تاني. قلت له تعالى اهو، لما نلاقي زاويتين متتامتين، جاء الزاوية الأولى يساوي جتا التانية، جاء الزاوية الأولى بيساوي جتا المتممة. قال لي طب تعالى كده نحلها هنا. قلت له تعالى نحلها هنا. زاوية ألف بتتمم جيم، جاء الزاوية الأولى هي جتا المتممة. قال لي بس. قلت له ده بعينك، جاء الزاوية الأولى ودي بتتممها، يبقى جاء الأولى يساوي جتا التانية، نفس الرقم نفس النسبة هي. يبقى احنا كده خدنا كام طريقة؟ خدنا طريقتين لذيذتين. قال لي جميلة. ايه ده يا جميل؟ قال لي ده مثلث قائم الزاوية في ب. قلت له انا متعود لازم يقول لي قائم او قايل على طول قائم الزاوية في ب. قلت له حاضر. اذا كان ايه ده؟ انا كل المسائل اللي فاتت كان بيقول لي جاء الف وجتا الف، لكن ايه دي؟ قال لي دي جاء مضروبة في 2 ومطروح 1. الجاء او الجتا او الظاء بيحبوا يبقوا لوحدهم في طرف. قال لي يعني ايه؟ -1 لو وديته زي المعادلات كده يعني راح الناحية التانية، قال لي هيروح بالموجب. 2 جاء -1 راح هناك، قال لي بالموجب. ايه تاني يا استاذ؟ انا عايز جا لوحدها، هقسم على 2. المعادلات بتاعت اولى اعدادي وتانية اعدادي، لو عايز جا لوحدها هقسم على اللي جنبها. قال لي يعني ايه؟ قلت له هقسم على 2. يبقى الجا بتساوي 1 على جا الف بيساوي 1 على 2. تاني 1 على 2. قلت له طب تعالى كده نبص للمسألة دي بالراحة. جا قال لي ده مثلث قائم، الجا بيساوي مقابل على وتر، يبقى ده مقابل 1 والوتر ب2. فين الوتر؟ قال لي ده الوتر. دي معلومة استفدنا بيها. دي معلومة استفدنا بيها. -1 راح هناك وقسمنا على 2. الجا 1 على 2 يبقى المقابل 1 والمجاور 2. هو عايز ايه؟ عايز جتا الف، زاوية الف. الجتا بيساوي مجاور على وتر. طب يا استاذ هو انا الضلع المجاور ده عندي؟ قلت له لا بس اعرف اجيبه. مين يجيب لي الف ب؟ فيثاغورس. لا عايزين نقول مع بعض. فيثاغورس قال لي يا استاذ الضلع الكبير ناقص الصغير. فيثاغورس كان مؤدب، بيبدا بالكبير ده تربيع ناقص. ليه ناقص؟ عشان اللي انا عايزه. قال لي طلعت جذر 3. قلت له يعني ايه؟ قال لي ده بيساوي جذر 3. قلت له سهله وخلصت. انت عايز جتا، الجتا مجاور على وتر، يبقى جذر 3 على 2. لا دي لها تعظيم سلام للمسألة اللذيذة. هعيدها تاني يا لذيذ. مثلث قائم في ب، 2 جانا ألف ناقص 1 يساوي 0. النسب المثلثية زي الفريك ما يحب الشريك، تحب تبقى لوحدها. وديت -1 راح بالموجب وقسمت على 2، يبقى جا بيساوي نص. يعني ايه الجا بنص؟ المقابل 1 والوتر 2. المقابل 1 والوتر 2. الضلع الثالث يزعل، اجيبه في فيثاغورس. الف ب بيساوي ده تربيع ناقص ده تربيع، الوتر تربيع ناقص الضلع الثاني تربيع، تطلع جذر 3. اخر حاجه بقولها جتا مجاور على وتر. كانت لذيذه وكانت جميله. والفقره الثانيه لذيذه لانك حليت معايا كلمه وطلعنا بالمسائل من مباشر لمتوسط لقمه الذكاء. شكرا ليك. وعايزين مسائل باللي بتيجي في الامتحانات ده في الفقره الثالثه. يلا بينا شبابنا الجميل. بعد ما عرفنا النسب المثلثيه والعلم الحديث كله بيتبنى عليها، اوعى تنسى الجا مقابل على وتر، الجتا مجاور على وتر، الظاء مقابل على مجاور. يلا بينا نشوف بتيجي ازاي. ألف ب ج مثلث متساوي الساقين.
ألف ب يساوي ألف ج ب10. قلت له استنى، ساعات المسألة دي بتجيلي مرسومة وساعات ما بتبقاش مرسومة وانت اللي بترسمها. ساعات بتيجي كده وساعات بتيجي كده. برسم مثلث الساقين اللي هم دول كام وكام؟ ألف ب وألف ج ب10 و10. شكرا. ب ج ب12. قال لي يا جميل، ألف د عمودي على ب ج. ألف د عمودي على ب ج. قلت له جميل. ملحوظة قبل ما تكمل، أي مثلث متساوي الساقين من نفسك من غير ما حد يقول لك لازم تعمل من الرأس عمود. في ثالثة إعدادي ولا في ثالثة إعدادي؟ أي مثلث متساوي الساقين من الرأس بعمل عمود. قال لي طب ما عشان بيقول لي حتى لو ما قالش ارسم عمود من نفسك اعمل عمود. قال لي ليه؟ قلت له هفهمك. لما بتعمل عمود المثلث الكبير ده مش قائم. لما تعمل عمود بقى عندك كم مثلث قائم؟ قال لي بقى 2 قائم، ده قائم وده قائم. برافو عليك. احنا في حساب مثلثات قايمه، يبقى لازم ابقى عارف كم ضلع. المثلث الاولاني قائم، اضلاعه بكام؟ قال لي ده 10. قلت له والحته دي؟ قال لي افتكر يا استاذ، العمودي بينصف القاعده، اوعى تنساها. المثلث المتساوي الساقين العمودي بينصف القاعده دي 12، يبقى كام وكام؟ قال لي 6 و6. وخلاويص ال 12 دي كده مش عايزها. ال 12 6 و6. المثلث القائم ده هل اضلاعه كلها معروفه؟ قال لي ده 10 وده 6 بس ألف د مش معروف. قلت له امال اعمل ايه؟ قال لي لازم تجيب الضلع الثالث. اي مثلث قائم بجيب الضلع الثالث. المثلث ألف ب د، تعال افهمك الحل. المثلث ألف ب د بتكتب القائم في د قائم، عايز اجيب ألف د. ألف د بص 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 بص، فيثاغورس كان بيعمل ايه؟ كان بيعمل جذر وبيتكتب عشان عليه درجة. اجيبه ازاي؟ بيبدأ بالكبير ولا الصغير؟ فيثاغورس كان مؤدب بيبدأ بالكبير. 10 تربيع و6 تربيع. السؤال للشباب، اقول زائد ولا ناقص؟ ها؟ قال لي اللي انت عايزه ده مش الوتر، ده ضلع القايمة. طلع بكام بفيثاغورس؟ بالآلة بتاعتي طلع 8 سم. قلت له يلا نكتب 8 سم. يلا نشوف هو عايز ايه. عايز المطلوب الاولاني. اولا ب زائد جتا ج اثبت يعني ما تكتبش ده هيطلع لك كمان شويه، يعني اجيب ده واجيب ده واجمعهم. يلا يا شباب ساعدوني. ب عينك تروح تبص لزاويه ب في المثلث القائم اهي. ب عايز ايه؟ كلمه سمعها لي كده القانون بتاعها. الجاه مقابل على وتر، يبقى 8 على 10. ببص في المثلث القائم مش المثلث الكبير، القائم بس. جتا ج فين زاوية ج؟ اهي زاوية ج في المثلث بتاعها، في المثلث القائم ده. جتا الجتا كان ايه القانون؟ مجاور على وتر 6 على 10. جبنا الجا وجبنا الجتا، هو عايزهم مجموعين. اجمع ده واجمع ده بالآلة اللذيذة. قال لي طب وريهاني كده بالآلة. قلت له تعالى نشوفها بالآلة. كام دي زائد كام دي؟ قال لي شرطتين كسر، الأولى 8 وانزل تحت اكتب 10. يلا نروح في الجنب اتدرب بالآلة برضو وكله. زائد شرطة كسر تانية ودي 6 وتحت كتبنا 10 يساوي 7 على 5. بص 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 ازاي تعملوا 10. الزرار اس دي ده بيحول لك ده ل10. ده كده صح وكده صح. 7 على 5 او 1.4. هو عايز ايه؟ 1.4. شكرا. المطلوب لذيذ الاولاني، مطلوب جميل ولذيذ. اوعى تنسى مثلث قائم مثلث متساوي الساقين بعمل من نفس عمود واجيب الثلاث اضلاع. 12 نصها 5، 10 6 كانت 12 نصها 6، 10 6 بفيثاغورس طلعت 8. ده كده ايه ده؟ المطلوب الاولاني. لا تبقى جميل لو وقفت وحلتها بايدك مش تتفرج بس. قال لي تاني نفس المساله، كنا عاملين ده 6 وده 10 وده 8
ودي قايمة ودي قايمة. نفس المسألة بس ده مطلوب تاني، اثبت أن. قلت له الحل. عايز ايه؟ بص لما يقول لك اثبت بتنقل كل الكلام اللي مكتوب لغاية علامة يساوي. جا تربيع ج زائد جتا تربيع ج. قال لي يساوي 1، لا اثبت بتنقل الطرف اليمين لغايه علامه يساوي. اول ما يقابلك يساوي حط يساوي، بس ما تحطش الطرف التاني. ليه؟ انت بتثبته بتجيبه. يلا نبص مع بعض. جا زاويه ج، فين ج؟ اهي ج. هو الجا كان بيساوي ايه في مخي؟ الجا مقابل على وتر. فين ج؟ مقابل على وتر. 8 على 10. يا استاذ في تربيع. صح ما نسيتش احط قوس وعليه تربيع. قال لي دي جتا ج. بصيت لي ج جتا مجاور على وتر 8 دي 6. الجتا مجاور على وتر 6 على 10. هي جتا بس. قال لي لا وعليها تربيع يلا نعملها بالآلة ويا رب يطلع الناتج 1. يلا نقول مع بعض. فتحنا قوس وشرطة كسر 8. أتمنى ولادي المحترمين يتدربوا بالآلة كويس على كل حاجة. تربيع وقفلت القوس، وبعد ما اقفل القوس احط تربيع علامة زائد وافتح قوس تاني وشرطة كسر تانية. كام يا أستاذ؟ قال لي فوق 6 ونزلنا تحت كتبنا 10 بالجنب سهم كده واقفل القوس وعليه تربيع يساوي. طلع احلى 1. شكرا يا جميل. يبقى وهو المطلوب اثبته ان هو ب1. لذيذه جدا. حلها بايدك، وكتر الحل بايدك بيخليك تحل في منت بعد كده، في ثانيه الا ثانيه. يلا يا جميل حلها بايدك ونقول مع بعض. مثلث متساوي الساقين أ ب ب10 وأ ج ب10 وب ج ب12. هو المسألة دي قال لي اعمل عمود؟ قال لي لا، زي بقى شبه اللي فات بس ما قاليش اعمل عمود. طب وهو انا مستني؟ لا اي مثلث متساوي الساقين من نفسي اجي من عند الرأس وقال لي وهعمل عمود. دي نقطة د. العمود بيعمل ايه في القاعدة؟ بينصفها 6 و6. لا لسه ما كملتش. 10 6 قلب في فيثاغورس احنا لسه جايبينها تبقى كام؟ قال لي 8 سم. يلا نكمل بقى. اول حاجه بقول له الحل. اللي انا عملته بكتبه. نرسم ا د عمودي على ب ج عشان افهمه يعني. ا د عمودي وتبقى الب د زي الدال ج. دي 6 ودي 6. اللي انا عملته بكتبه له عشان اخد عليه درجات. طب أ د ما كانش عندي، جبنا ازاي؟ قال لي أ د بيساوي 10 تربيع ناقص 6 تربيع بيساوي 8 سم. فعلا ده انا اللي جبته في فيثاغورس 8. انت عايز ايه؟ عايز منك جا ب بس. قال لي بس جا ب. لازم لما تبص على جا او جتا او ظا يبقى مثلث قائم. فين زاوية ب؟ اهي. فين المثلث القائم بتاعها؟ هو المثلث القائم اللذيذ ده اللي انا هبص له النص بس. جاء القانون اللي انت حافظه مقابل على وتر مقابل على وتر يبقى 8 على 10. لو عملتها بالآلة بص الآلة هتطلع لك ايه؟ 4 على 5. ده صح وده صح، او 8 من 10. الآلة بتعمل كل ده صح عشان لو جالك اختيارات شرطة كسر فين ال8 وفين ال10؟ قال لي يا استاذ ما عملتش. قلت له شيل دي كده وانزل بالسهم. بص تكيت يساوي 8 على 10 اللي هي 4 على 5. طب لو تكيت اس دي 8 من 10. 8 من 10 صح، 4 على 5 صح. يبقى ده هو ده. لذيذة. وده كان المطلوب الاول. وقف وحله بايدك. تعالى تاني يا جميل. ادخل على موقع الخطة التعليمي علشان تشوف باقي الدروس في كل المواد. ذاكر في اي وقت وخليك دايما مستعد. نفس المسألة بس مطلوب تاني. احنا عرفنا ان ده 6 وده 6 وده 8. رقم 2 عايز قياس زاوية ب. الجزء اللي فات قال لي قلت له ده
مش احنا عرفنا جاب ده وده وده وده، هكمل عليه، ده مطلوب تاني نفس المساله. جاب بيساوي 8 على 10 او 4. بيقول لي حاجه جديده، زاويه ب بكام؟ قلت له ودي بجيبها ازاي؟ حبيب قلبي الجزء ده ما بيجيش بالمخ، كله بيجي بالاله. قال لي يعني ايه؟ لازم يبقى معاك الاله تحل بيها، في مسائل بتتحل بالاله ومن غير اله. الجزء ده ما ينفعش من غير اله، لازم تتصرف في اله وتحل بيها. قال لي طب يلا نقول ازاي اجيب زاويه ب؟ الجاب 8 على 10، اجيب زاويه ب ازاي؟ اول حاجه بفتح الاله اهي يا استاذ قدامي. انت عايز ايه؟ عايز زاويه ب. ركز في الالفاظ الجديده دي. الزرار اللي في الشمال فوق اسمه شيفت. اسمه ايه؟ شيفت. شيفت ده بيعمل ايه؟ لما تحب تجيب الزاويه، مش هو عايز الزاويه؟ قال لي اه، بتك على شيفت. اول ما تتك هتلاقي حرف اس كده طلع فوق. دي اسمها ايه؟ جاب. الجاب الانجليزي اللي هي ايه؟ قال لي ساين. قلت له تعالى كده يا استاذ، عايز الزاويه بتك شيفت وبعديها الحاجه اللي مكتوبه دي اللي هي ساين. شيفت ساين 8 على 10 شرط الكسر 8 وانزل تحت اكتب 10 يساوي الزاويه 53 و130. 53. طب لو عايزها بالدرجات والثواني والدقايق اتك علامه كوما 53 و7. والثواني حاضر يلا نجيبوا الثواني 48. مهمة يا استاذ، المطلوب الاولاني كنا جايبينه، عايز ايه؟ زاويه ب. احفظ معايا يا جميل، لما تحب لو عايز الزاويه اتك على شيفت. زرار شيفت ده اللي في الاله فوق. شيفت وبعد شيفت اكتب ايه؟ جا ولا جتا ولا ظا؟ هو عايز جا اللي هي ساين. شيفت ساين 8 على 10. قال لي لا مهم ان انت تعملها تاني اهي يا استاذ عشان الكلام ده انت اول مره تشوفه. عايز زاويه ب؟ قلت له اه. قال لي شيفت ساين. طب لو دي جتا اقول شيفت جزاين، لو ظا شيفت تاني، يعني بقول شيفت واكتب دي. شرط الكسر 8 فوق وانزل تحت اكتب 10 يساوي. طلعت الزاويه 53 و7 و48. مهم انك تتدرب عليها يا شباب. قال لي لذيذه. نفس المثلث هو مطلوب ثالث. قال لي ايه المطلوب الثالث؟ قال لي انا عايز مساحه المثلث. قلت له احنا حافظينها من ابتدائي، مساحه المثلث بتساوي نص في القاعده في الارتفاع. حافظها ولا لا؟ نص طول القاعده في الارتفاع، نص اهو في القاعده كلها 12 في الارتفاع 8. قال لي تطلع كام يا استاذ؟ قلت له 48 سنتيمتر مربع. مساحه المثلث نص اضربه في القاعده كلها في الارتفاع كله، نص في القاعده في الارتفاع. جميله ولذيذه. المسائل اللي بناخدها دي مسائل مهمه لازم تتحل بالايد. قال لي طب تاني في الشكل المقابل. قلت له حاضر. مستطيل ا ب ج د. قلت له استنى، استفدت ايه بمستطيل؟ قال لي فكرني. قال لي المستطيل بتبقى زواياه كلها قائمه، يعني ده قائم وده قائم وده قائم وده قائم، 4 قائمه. ا ب 15 ا ج 25. المطلوب الاولاني اوجد طول ب ج. فين ده؟ الضلع ده مثلث في مثلث قائم، ازاي اجيبه؟ شايف المثلث اللذيذ ده؟ عندي مثلث قائم في ضلعين، ازاي اجيب الثالث؟ برافو بنتي اللي قالت لي فيثاغورس. اكتب اول حاجه ال 15 ولا ال 25؟ برافو ابن اللذيذ. 25 تربيع ناقص. ليه قلت ناقص؟ عشان الضلع اللي انا عايزه ده مش واضح. قال لي فيثاغورس، بيبدا فيثاغورس اعمله بالاله يطلع كام؟ 20 سم، يبقى الضلع ده ب 20. المطلوب الاولاني لذيذ؟ قال لي يلا نكمل عليها. عرفنا ان ده دلوقتي 20 خلاويص. عايز ايه يا استاذ؟
عايز قياس أ ج ب. فين أ ج ب؟ أ ج ب الزاوية دي. قلت له قلت لي قال لي عايز قياس الزاوية دي. قلت له أنا بعرف أجيب القياس لو أنا عارف ج أو جتا أو ظا. هل ممكن حد منكم يجيب لي ج أو جتا أو ظا؟ قال لي قول معايا الج بتساوي إيه؟ ج زاوية ج. قال لي المثلث ده دي قايمة يبقى ده اسمه وتر. الزاوية دي اللي في وشها ده اسمه مقابل. واللي جنبها ده اسمه ايه؟ اسمه مجاور. يلا نجيب الجا. الجا مقابل على وتر. 15 على 25. قال لي طب وبعدين يا استاذ؟ قلت له هو كان عايز جا ولا عايز الزاويه؟ قال لي كان عايز الزاويه. أ ج ب. حد يقول لي هعمل ايه بالاله؟ لما تحب تجيب الزاويه اتك على شيفت. لما تحب تجيب الزاويه اكتب في الاله شيفت ايه؟ قال لي شيفت ساين. قلت له هات الاله شيفت ساين شرطه كسر. كام على كام؟ 15 وانزل تحت 25. الزاويه دي بس فنطها 36 52 و11 كمان درجه ودقيقه وثانيه. انا كده جبت زاويه ج. جبت الزاويه المطلوبه. بنتي الجميله كانت قالت لي هات ج. في طالب تاني ذكي مش عايز يمشي ورا كلام البنت الجميله. قال لي هعمل ايه؟ هجيب جتا. عندي طريقه ثانيه. قلت له ازاي؟ قال لي يلا نجيب جتا مش ج. دي طريقه ودي طريقه. الجتا مجاور على وتر. لو حبيت اجيب الزاويه من هنا حد ذكي يرد عليا. اتك شيفت ايه بقى؟ الجتا اللي هي كوزاين. الجا اللي هي ساين. والجتا اللي هي كوزاين. COS. شيفت كوزاين عشان دي جتا. شرطة كسر 20 على 25 يساوي كوما. قال لي نفس الزاوية. قلت له ما هي نفس المسألة بس دي طريقة الجا ودي طريقة الجتا. هتطلع نفس الحل. الطالب اللذيذ الأخير قال لي يا أستاذ في جا والزاوية دي بالجا والجتا ممكن أحل حل تاني؟ قلت له اللي هو قال لي هجيب الظا. الظا مقابل على مجاور. طب حد جميل يقول لي لو حبينا نمشي مع الطالب الاخير ده التكه شيفت ايه؟ دي ظا. شيفت تاني شرطه كسر 15 فوق وانزل تحت 20 يساوي نفس الزاويه هي. يبقى الزاويه اللذيذه بتاعتي دي كنت ممكن اجيبها بجا او جتا. ما تعملش بثلاثه، لا انا بقول لك عملت دي صح او دي اي واحده فيهم. ما النماذج هي لذيذه. حلها بايدك وبالاله بتاعتك. اوعى تكون بتتفرج وما بتحلش بالاله هزعل منك. نفس المساله عايز مساحه المستطيل. مساحه المستطيل بتساوي الطول في العرض. مساحه المستطيل بتساوي الطول في العرض. قال لي يلا نضرب الطول في العرض. الطول الكبير 20 والعرض الاصغر. طول في العرض. قال لي اضربهم في بعض. قلت له 300. الوحده ايه؟ مساحه سنتيمتر مربع. المساحه. اتمنى يا شباب لو انت عندك السكتش الجميل اللي انت بتحل فيه اعمل ورقه كده في الاول خالص او في الاخر اسمها ورقه القوانين. خدنا مساحه المستطيل اكتبها. مساحه المستطيل الطول في العرض. من شويه خدنا مساحه المثلث نص في القاعده في الارتفاع اكتبها. كل ما ناخد قوانين اكتبها. بعد ما تخلص الحصه هتلاقي في ورقه القوانين دي اتملت حاجات قديمه وانت تذكرتها وحفظتها. قال لي لذيذه وجميل. ايه تاني؟ عندي مساله من المسائل الرائعه. قال لي هي؟ قلت له أ ب ج ده شبه منحرف. قال لي فكرني يا استاذ بشبه المنحرف. شبه المنحرف ده يا باشمهندس بيبقى فيه ضلعين بص متوازيين وغير متساويين. قال لي تاني ضلعين متوازيين زي ده كده وده متوازيين وغير متساويين. يعني مش بيساووا بعض.
بتمسك المسطره ترسم خط وتنزل كده على سطرين، خط اطول منه، ممكن توصله كده صح، وممكن يبقى تحت بعض بالظبط، بس كده يبقى مثلث قائم، هيبقى زاويه قايمه. قال لي كمل الرسمه كده او كده. ألف د يوازي ب ج، ألف د يوازي ب ج. ملحوظه قال لي الشكل اسمه ايه؟ ألف ب ج د، لازم تلاقيهم مكتوبين ورا بعض. بص 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 بص، ألف ب ج د ماشيين ورا بعض، ألف ب ج د، ودول بيوازوا بعض. زاوية ب 90 درجة. قال لي يا أستاذ يبقى هاخد الرسمة دي مش هرسم اللي فوق، ليه؟ عشان دي مش قايمة. لما تلاقي 90 زاوية ب 90 بيبقوا الاثنين دول كده بترسمهم وبتنزل عمود. قال لي من الأول حاضر، من الأول. شبه منحرف لازم انا عارف ان هو وفي زاويه قايمه. بص كل من نفسك من نفسك من نفسك. ادي خط، ادي 2، ادي 3. لازم تعمل زاويه قايمه، ودول ما بيساويش بعض. ألف ب ج د. قال لي يلا نكمل. ألف ب ب3، قلت له شكرا. ب ج كله ب6، شكرا. ألف د ب2، شكرا. اوجد طول د ج. المطلوب الأول عايز طول ده الجيم. هو ده الجيم في مثلث، هو الاضلاع اللي انا بعرف اجيبها بتاعت المثلثات. وده الجيم ده كده مش مثلث. قال لي اعمل ايه؟ صح هتقابلني كتير من دي بنزل عمود. قال لي من نفسي كده، قلت له اه. قال لي طب يلا نكمل. قلت له بكتب ايه؟ اللي انت عملته بتكتبه. د ه عمودي على ب ج. د ه عمودي على ب ج. يلا نستفاد. ألف د ده، ألف د ده بكام سنتي؟ ب2، يبقى ب ه ب2. ألف د بيساوي ب ه بيساوي 2 سنتي. ألف ب 3 يبقى د ه 3. ألف ب 3 يبقى د ه 3. ده 3 يبقى ده 3 سنتي. استنتج كده بمخك يا جميل. الشكل دوت دي قايمه وقايمه 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 يبقى مستطيل، يعني الضلع ده بيساوي اللي قدامه وده بيساوي. كل ده كان 6. الجزء ده ب2. تاني في عندي ده كان 6 سم، الحته دي ب2، يبقى الباقي كام؟ كله كان ب6. شيل الاثنين من ال6 يتفضل 4. السؤال هو كان عايز ايه؟ قال لي كان عايز ده الجيم. قلت له طب وانت بص 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 بص. ده الجيم في مثلث ولا مش في مثلث؟ قال لي في مثلث. ده 3 وده 4 والمثلث قائم، تعرف تجيب ده الجيم؟ قال لي في فيثاغورس. المثلث د ه ج. يلا نجيب ده الجيم. فيثاغورس. قال لي يا استاذ ده الوتر اللي انا عايزه الوتر. قلت له ده تربيع وده تربيع، برافو عليك. 4 تربيع و3 تربيع. يبقى يطلع بالآلة 5 سم. لذيذة لذيذة لذيذة. لا، اللذيذ انك تفهمها وتحلها بايدك، مش تفهمها بس. اكتب الكلام اللي انا كتبته بايدك عشان ايدك تتدرب. قال لي جميل، عرفنا ده يا استاذ، عايز ايه تاني؟ قال لي في مطلوب تاني، عايز ايه؟ جتا ب ج د. فين دي؟ ب ج د، الزاويه دي. شايف الزاويه دي؟ اه. جتا، الجتا بتساوي ايه؟ انا نسيت القانون، انت فاكره؟ بص كده في الورقه اللي عندك. جتا مجاور على وتر، برافو جميل. مجاور، فين المجاور؟ قال لي المجاور يعني اللي جنب الزاويه، اللي لازق في الزاويه على وتر، يبقى 4 على 5. جتا مجاور على وتر. لما نحب نجيب جتا لازم يبقى عندي مثلث قائم. قال لي لذيذه، قلت له ده انت اللي لذيذ عشان حفظت القوانين. قال لي طب تاني. أ ب ج د شبه منحرف متساوي الساقين. جديده صح. قال لي بص شبه منحرف 2 بيوزنوا، متساوي الساقين يعني مش قائم. اسمه ايه؟ اسمه أ ب ج د. يلا بينا نكمل الحاجات اللي قال عليها. متساوي الساقين، دول بيبقوا الساقين بتوعه، مش حاجه ثانيه، ده اللي لازم. أ د بيوازي ده، قلت له حاضر.
ألف د ب4 قلت له شكرا. ألف ب ب5 قلت له شكرا. ب ج كله 12 شكرا. شبه المنحرف فاكر اللي فاتت؟ شبه المنحرف من هنا بعمل عمود على طول على طول على طول. قال لي طب ودي؟ قلت له شبه. هعمل العمود منين؟ قال لي العمود من هنا والعمود من هنا. برافو عليك. من نفسك. تاني شبه المنحرف من فوق بنزل عمود كل مره. قال لي كل مره. قال لي طب وبعدين يا استاذ؟ قلت له ده عمود وده عمود صح. ده 4. قال لي دي تبقى زيها 4. كل ده كان 12 يا جميل. الشبه منحرف متساوي الساقين بتبقى الساق دي زي الساق دي والزاويه دي بتساوي الزاويه دي. انا بقول لك المعلومات القديمه. والجزء ده بيساوي الجزء ده. شبه المنحرف متساوي الساقين من ثانيه اعدادي. متساوي الساقين يبقى الضلع ده بيساوي ده 5 يبقى ده زيه 5. الزاويه ب دي زيها زاويه ج بالظبط بتساويها. والجزء الزوانطط بتساوي الجزء الزوانطط. يلا بينا. كل ده 12. شيل ال4 من ال12. شيل الحته اللي في النص. 4 من ال12 12 ناقص 4 يساوي 8. اقسم دي على الاثنين يبقى دي 4 ودي 4. لذيذه لذيذه لذيذه. لغايه كده في حاجه؟ قال لي ده بالقلم بتاعي كل ده مكتوب على الرسمه بتاعتي. يلا نشوف هو عايز ايه. اثبت ان 5 ظ ب جتا ج جا ج جتا ب بيساوي 3. قلت له تعالى الاول. هل عشان اجيب جا او جتا او ظ لازم عندي مثلث قائم؟ قال لي عندك اهو ده مثلث قائم وده ما هي القايمه من هنا تبقى من هنا قايمه. قال لي اضلاعه ب3 معروفين 5 4. طب الضلع ده بكام؟ سمي دي اي حاجه. الف ه مثلا. الف ه تعرف تجيبها؟ قال لي طبعا اعرف اجيبها. في ساورس كنت بيجيب لي كل حاجه. اقول ايه؟ ابدا بال5 ولا بال4 عشان اجيب الضلع ده؟ قال لي ببدا بالكبير. طب اقول بينهم زائد ولا ناقص؟ 5 تربيع و4 تربيع. الضلع اللي انا عايزه ده مش وتر يبقى ناقص. تطلع 3 سم. يبقى الحته دي ب3 ودي شبهها بالظبط. انا كده استفدت الاطوال وانت جميل وبتعرف تجيبها. عايز ايه؟ عايز كل ده تثبت لي ان هو بيساوي 3. انا بصراحه مش متعود على شرطه الكسر الكبيره دي. فهعمل ايه؟ هقول له الطرف الايمن. هنقل كل اللي قصاد دي اليمين لغايه علامه تساوي. 5 في ظ ب اجيبها واحط قيمتها. بجيب كل حته. ظ ب اروح عندي ب. بصيت لمثلث قائم. فكرني بالقانون. الظا بيساوي على ايه؟ برافو. الظا مقابل على مجاور. بصي مقابل على مجاور يبقى 3 على 4. بعديها في زائد ولا ناقص؟ قال لي مفيش حاجه. قلت له لا معناها في. جتا ج اروح ابص الجيم ج جتا. الجتا كان ايه القانون اللي عندك اللي حفظته؟ جتا مجاور على وتر. بص ايدي مجاور على وتر. ده كده البسط. قال لي جميل ولذيذ. كمل يا استاذ. يلا نجيب المقام. جا تربيع ج. اجيب جا ج وفي الاخر احط تربيع. فين ج؟ اهي ج. جا القانون بتاعها مقابل على وتر يبقى 3 على 5 وعليها تربيع. جتا فين جتا يا استاذ؟ مجاور على وتر وعليها تربيع. قال لي كل ده انت عايزه يطلع بكام؟ قلت له يا رب يطلع ب3. لو تعرف تعملها كلها بالاله ماشي. طب لو كبيره وهضرب لخمه اعمل البسط لوحده والمقام لوحده. ازاي؟ تعالى اقول لك. يلا نشوف بالآلة ازاي وبمخي برضو. يعني بمخي بص ال5 مع ال5 تختصر وال4 مع ال4 يتفضل 3. بمخي هكتب 3. طب لو عايز اعمل بالآلة ادي الآلة. هعمل البسط بس 5 مليني كده في شرطة كسر
3 على 4 ادي 3 ونزلت تحت وكتبت 4 واروح في الجنب. لازم موضوع الجنب ده باليمين فيه شرطة كسر تاني 4 وانزل تحت واكتب 5 يساوي 3. يعني لو بمخي اختصرت ال5 مع ال5 واللي طلعت 3. طب ولو بالآلة برضو 3. كده انا عملت البسط. المقام، يلا المقام يا جميل. هعمل المقام لوحده. فتحت قوس وشرطة كسر 3 وانزل تحت 5. يلا الجنب اقفل. بعد ما اقفل القوس احط عليه تربيع. قال لي زائد، اشتغل بايدك معايا. شرطة كسر تانية في قوس. قال لي كام؟ 4 على 5 واطلع في الجنب كده قول له علامة وعليها تربيع. طلع كام؟ 1. المقام ب1. 3 على 1 قال لي فيها 3 وهو المطلوب اثباته. المسألة دي مهمة وجميلة وجت كتير في امتحانات. قال لي عشان كده لازم نحلها بايدينا مرة واتنين. وكتر الحل اهم شيء في الحل الرسمة بتاعتك تبقى صح. فعشان كده بلاش اللي بيرسم رسمة صغيرة ما بيشوفش فيها حاجة. لازم رسمتك تبقى كبيرة يا كبير. احلى دكتور واحلى دكتور. يلا بينا بعد ما تحلها بايدك نشوف المسألة اللي بعدها. س ص ع مثلث قائم الزاوية في صاد. ستوب ستوب ستوب. قال لي ليه؟ لازم ارسم اللي بيقول لي عليه. الزاوية القائمة هي صاد. اهم حاجة اكتب الزاوية القائمة الاول. وهنا س ص ع. س ص ب5 سم. س ع 13 سم. قبل ما اكمل والله انا ما كملت المسألة لكن لقيت مثلث مديني ضلعين بس. ينفع؟ ازعل منك، لازم تجيب التالت. ازاي اجيب الضلع التالت؟ قال لي صاد عين اهو يا استاذ. الحل صاد عين الضلع التالت. فيثاغورس على طول يقول لي قول لي ابدا بايه؟ فيثاغورس كان مؤدب بيبدا بالكبير. الضلع الكبير تربيع وادي الصغير بعده. اقول زائد ولا ناقص؟ عايز ضلع القايمه ناقص. عملناها بالاله طلع 12. كده انا عرفت خلاص المثلث. يلا نشوف. اوجد قيمه المطلوب الاولاني. عايز ظا س زائد ظا عين. اجيب دي واجيب دي واجمعهم. هبص في المسألة على مين؟ على زاوية س واجيب الظا. زاوية س الظا بتساوي، فكرني القانون، الظا مقابل على مجاور. بص 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 بص، مقابل على مجاور. تاني س اهي مقابل على مجاور. 12 على 5. يلا مرة تانية. هبص لمين؟ هبص العين. ظا برضو مقابل. فين المقابل لعين؟ مقابل 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 على وتر. جميل. يبقى مرة س ده المقابل بتاعها 12 وده المجاور. العين مقابل ومجاور مقابل ومجاور. قال لي خلاويص. قلت له اجمعهم بالآلة وخلاويص. قال لي طب يلا يا آلة. اوعى شيطانك يجي يقول لك اجمع البسط لوحده والمقام لوحده. غلط، لازم وحد المقام او بآلة اللذيذة. 12 وتحت 5 رحت وعملت علامة زائد. وهنا 5 وتحت 12. 169 على 60. 169 على 60. طب لو مش عاجبك كده ممكن بص 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 كده بالارقام العشريه وشيفت عدد وكسر. 2 49. 2 49 ده صح وده صح. 2 و49 على 60. اتدرب بالآلة. كل ما تتدرب هتطلع لك حاجات جميلة ولذيذة. ده كان المطلوب الأولاني في المسألة بتاعتي. بعد ما تخلصوا تعال نشوف المطلوب التاني. المطلوب التاني في نفس المسألة، يعني نفس الرسمة هي. ادي هنا كان صاد وسين وعين و5 13 12. المطلوب التاني لنفس المسألة. عايز ايه المطلوب التاني؟ نسبة 2 3 4. نسب مثلثية 4 نسب. هجيب الأولى وبعد كده حاجة بالترتيب. خلي بالك في الحل بتاعك بتكتب كل حاجة قيمتها تحتها. جتا س. روح بص على س اهي س. عايز ايه؟ جتا. الجتا كانت ايه في مخك؟ الجتا مجاور على وتر. مجاور على وتر يبقى 5 على 13. في عشان ما فيش علامة معناها في.
جتا عين، فين عين؟ اهي عين، عين عين عين، مجاور على وتر 12 على 13 ناقص قابلتني نزلت جا س، هبص لزاويه س، س اهي جا مقابل على وتر 12 على 13 في، علشان ما فيش علامه احط فيه جا عين، زاويه عين اهي مقابل جا مقابل على وتر. قال لي وبعدين اعمل كل دول بالآلة يا جميل، كل دول بالآلة مرة واحدة. قال لي مرة واحدة. طلعت الإجابة 0. قال لي بس؟ قلت له بس، سهلة وجميلة وزي العسل، المهم انت تتدرب بإيدك يا جميل. قال لي لذيذة وجميلة. المطلوب الثالث لنفس المسألة، يبقى لازم برضو الرسمة تبقى قدامي، ما ينفعش احل حساب مثلثات والرسمة مش أمامي. اوجد قيمة بنفس الطريقة جا س، تعال بص لس، جا القانون في مخك مقابل على وتر، مفيش علامة معناها في. جتا عين، زاوية عين شايفها؟ الجتا مجاور على وتر، علامة زائد قابلتني تنزل. جتا س، زاوية س جتا مجاور على وتر. جا عين، ابص لزاويه عين، الجا مقابل على وتر. قال لي هي وبعدين؟ قلت له رص دول بالآلة يا جميل، هيطلع لك الحل بتاعك اللي هو طلع كام؟ برافو برافو برافو. لذيذه وجميله، بس لازم تتدرب انك سامعك. ما طلعتش واحد معاك؟ حاضر، تعال نشوف الآلة اهي جميل. بيقول لي ما طلعتش واحد، تعالى بص تلاقي بس ايه، اتكيت على حاجه مش مظبوطه. يلا نقول مع بعض. شرطه كسر 12 فين هي؟ ونزل تحت و13. روح سهم بالجنب عشان علامه فيه. شرطه كسر تانية 12 على 13 برضو تاني. حاضر يا استاذ، عملنا دي وعملنا دي. روح علامه في الجنب، علامه زائد قابلتني زائد. شرطة كسر كام دي؟ 5 على 13 5 وانزل تحت اكتب. وعيني بتبص على الرسمة، بتكتب صح ولا ما بتكتبش صح؟ قال لي روح في الجنب علامة فيه، برضو 5 على 13 تاني 5 وانزل تحت 13. قال لي يا أستاذ عملتهم التكة يساوي، اهي طلعت واحد يا جميل. لكن انت كانت مشكلتك ان انت كتبت، ممكن دي تبقى عملتها زائد او عملت حاجه ما اتكتبتش، فعشان قبل ما التكه يساوي لازم ابص بعيني الاول. لذيذه؟ قال لي لذيذه وجميله. يلا يا لذيذ. مساله تانية بيقول لي س ص عين مثلث قائم الزاويه فين في عين. برسم المثلث واهم شيء الزاويه القايمه تتكتب. اهم شيء الزاويه القايمه تتكتب. اسمه ايه المثلث؟ س ص عين، ادي س وهنا عين وهنا ص. خلي بالك المثلثات مش محفوظه، مره يقول لك القايمه ص، مره يقول لك القايمه عين. اول ما يقول لك القايمه بكتبها اول حرف وبعد كده كمل. س عين ب7 اهو 7 يا جميل. س ص ب25. بذكرك تاني المثلث القائم بترسم خط كده وعمودي عليه، مش مايل ولا يمين ولا شمال. قال لي حاضر وفهمنا. اكمل ولا؟ قال لي كمل المثلث مش كمل المساله. اي مثلث فيه ضلعين مثلث قائم لازم اجيب الضلع الثالث. عين صاد بيجي ازاي؟ قلب فيثاغورس، عشان كده عملت لك مراجعه في اول الفقره دي عليه. اكتب مين الاول؟ فيثاغورس كان مؤدب بيبدا بالكبير، الضلع الاولاني تربيع ناقص الضلع الثاني تربيع. تطلع بكام؟ قال لي قالتك اللذيذه. قلت له قالتي اللذيذه اهي. قول يا استاذ جذر 25 وعليها تربيع ناقص 7 وعليها تربيع. بصيت قبل ما التكه يساوي ده اللي مكتوب 24، يبقى الضلع الاخير 24. لازم اعرف الثلاثه. قال لي وبعديها بقت الدنيا سهله جدا جدا.
ليه؟ بيقول لي اوجد كذا حاجه. اول حاجه جا تربيع زائد جتا تربيع، قلت له تعالى نقول مع بعض. جا تربيع، قلت له سيب التربيع دي على جنب، نجيب جا س الاول. زاويه س اهي، س هو عايز جا، الجا مقابل على وتر. شفت انا حافظ ازاي؟ مقابل على وتر وعليها تربيع، او عامل قوس وعليه تربيع. جا صاد، هبص لزاويه صاد، الجا مقابل على وتر، قال لي برضه عليها تربيع. بتساوي كام يا جميل؟ قال لي بس كده. قلت له بس كده سهله وجميله. قال لي يعني هو انا ارسم واعوض؟ قلت له بس لازم تبقى حافظ القوانين. قال لي طب يلا نعملها بالاله. قلت له اعملها معايا ونشوف مع بعض. قوس وبعدها شرطه كسر، قوس وبعدها شرطه كسر، 24 وانزل تحت 25، روح بالجنب اقفل القوس وحط عليه تربيع، زائد قوس شرطة كسر 7 على 25 ادي 7، ونزلنا تحت 25 وقفلنا القوس وعليه تربيع يساوي. قال لي احلى واحد. قلت له جميله 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 جميله. انتوا عارفين والله انا مستمتع ان كرم وفضل من ربنا ان المسائل بتاعتنا جميله، والاجمل ان انت محترم دكتور او دكتوره، باشمهندس او باشمهندسه، بتوقف وبتسمع كلامي وبتحل على طول، وان شاء الله تطلع من اوائل محافظتك. طول ما انت بتحل بايدك ما بتفوتش مساله غير لما تحلها بايدك الاول. ربنا يكرمك يا رب، واشوفك في احلى مكان واحلى كليه. قال لي تاني، قال لي مثلث متساوي الساقين. اهو لذيذه دي، مثلث متساوي الساقين. قلت له خلاص من نفسي ارسم. اسمه ا ب ج. ا ب زي ا ج ب10 وب ج ب12. قبل ما اكمل على طول من نفسك، مثلث متساوي الساقين بنزل عمود. هو قال لي اعمل عمود، ولو ما قاليش برضه كنت عملت عمود، والنقطه دي اسمها د. 12 يبقى 6 و6 بمخي 10 6 ده مثلث قائم. اعرف اجيب ا د؟ قال لي طبعا. ا د ده يجي ازاي؟ فيثاغورس، وهبدا بالكبير يطلع 8 سم. اثبت ان. قلت له حاضر يا جميل. قال لي اثبت. بص شايف الجزء ده كله؟ قال لي وقفت هنا ليه؟ ما هي علامه يساوي دي زي الحيطه سد كده بتوقفك. اللي قبلها اسمه الطرف الايمن، واللي بعدها اسمه الطرف الايسر. انا بجيب لغايه هنا واقول يا رب يا رب يطلع 7 على 5، يبقى ده الاثبات. اجيب الجزء الاول واكتبه زائد الجزء الثاني. جا ب، فين زاويه ب؟ اهي الجا. قال لي مقابل على وتر 8 على 10 زائد جتا جيم. ابص لزاويه جيم، الجتا مجاور على وتر 8 على 10. اجمع لي دول بالاله، طلعت 7 على 5. شكرا. قال لي بس. قلت له جميله، ده انا بقول لك والله حساب المثلثات ده رائع، بس الجدعنه حل ورايا مساله. قال لي نفس المساله هي نفس المساله، بس ده مطلوب تاني. قلت له بس ايه، هرسم لك الرسمه تاني يا جميل. ا ب ج ده 10 وده 10، وكان هنا في عمود 6 و8 ودي 6 ودي د، نفس الرسم. اوجد قيمه. قلت له حاضر. ده عايز نجيبه واربعه زائد ده عايز نجيبه واربعه. قلت له حاضر. جا جيم، فين جيم؟ اهي جيم. جا مقابل على وتر 8 على 10، بس عليها تربيع وعملت التربيع زائد قابلتني نزلت. جتا جيم اهي، جتا 6 على 10 مجاور على وتر. قال لي وبالاله اللذيذه، الاله اللذيذه طلعتها لي 1. جميل ان انت تبقى بتتدرب كلمه لغايه الناتج وتتاكد ان الاله جابت لك الناتج بتاعك الجميل. قال لي طب يلا حتت بقى ذكاء بقى. قلت له يلا ذكاء بقى. ا د عمودي على ب ج. حاضر. ا ب ب 13. شكرا. قال لي انت بتعمل ايه؟ قلت له ساعات
في ارقام بتتكتب هنا وما بتبقاش على الرسمه او العكس. علشان كده لازم بعينيك لما تلاقي رسمه تقرا الكلام وتتاكد ان هو مكتوب. لازم. قال لي ده 13 والف ج 15 ودال ج، فين دال ج؟ 9. اوجد ظا ب. قلت له حاضر. قال لي يا استاذ. قلت له نعم. قال لي انت عندك كم مثلث قائم؟ قلت له ده قائم. قال لي طب وده؟ قلت له ما قاليش. لا، لازم نشغل مخنا. الزاويه القايمه اللي جنبها بتبقى قايمه زيها مكمله على نفس الامتداد. ده قائم وده قائم. المثلث ده في كم ضلع معروف؟ قال لي ضلع واحد. ما ينفعش اكمله. ليه؟ لازم يبقى عنده ضلعين. خلاص سيب القائم ده دلوقتي وتعال نبص لده. اسمه ايه ده؟ الف د ج. في كم ضلع؟ قال لي في ضلعين. هعرف اجيب الضلع التالت. يبقى في الاول سؤال، هشتغل على المثلث الف د ب ولا الف د ج؟ برافو، الف د ج عشان في مثلثين، في ضلعين. مثلث الف د ج القائم ده 15 وده 9. اعرف اجيب مين؟ قال لي الف د. لا، اللي مسك الاله لازم تفهمه الف د بيساوي الكتابه اللي عليها درجات كمان. الف د اجيبه ازاي؟ قال لي ده تربيع وده. طب اشمعنى بدات بال15؟ قال لي عشان هي الكبيره. طب يلا كده يا جميل بالاله قول لي هتطلع بكام؟ ادي الجذر المحترم 15 تربيع ناقص 9 تربيع. 15 تربيع ناقص احلى 9 وعليها تربيع، طلع 12. شكرا. ده المثلث الاولاني. المثلث الثاني بقى كده في ضلعين اسمه الف د ب. بص 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 بص، اقول له دلوقتي الف د ب القائم. ده معروف وده معروف. مين اللي مش معروف؟ اعمل معروف رد عليا. الاتنين دول اللي مش معروف اسمه ايه؟ قال لي ب د. هات لي ب د يا جميل، انت شاطر. قال لي عايز الضلع الصغير ده اجيبه ازاي؟ قال لي يا استاذ ابدا بمين؟ برافو، بالكبير. 13 تربيع. انا بقول ناقص عشان الضلع بتاعي ده اسمه ضلع قايمه. يلا بينا بفيثاغورس بالاله طلع 5. بالاله طلع 5. شكرا. هو كان عايز ايه؟ عايز ظا ب. فكرني بقانون الظا. الظا كان ايه؟ مقابل على مجاور. ده اسمه وتر ماليش دعوه بيه. مقابل على مجاور. مقابل على مجاور يعني 12 على 5. خلاويص خلاويص خلاويص. كل الحب والتقدير لاولاد الجمال اللي بيحل ويوقف ورايا واحده واحده. لذيذه وجميله. كانت المسائل الحلوه والدروس الحلوه اللي احنا خدناه ده اساسيات لعلم حساب المثلثات والفضاء. كل الحاجات الحديثه، التليفونات بتاعتك، كل الحاجات الحديثه شغاله اساس من اساسياتها فيها جزء حساب مثلثات. قال لي يعني؟ قلت له احنا كده بدأنا العلم الحديث، واوعى اوعى اوعى آلتك تنساها، والتدريب اول باول. خدنا الدرس كان جميل وكان سهل صح؟ عايز تشوف الامتحانات السنين اللي فاتت جل على الدرس ده اسمها ايه؟ يلا بينا في اهم الافكار.